ضمن الاسئله برضو حد بيقول انا بدات اذاكر، ممكن تنصحني؟ ناس بتقول خليها السنه الجايه. للاسف معادله الهندسه بقت فرصه واحده بس في نفس السنه بتاعه التخرج بتاعتك من المعهد او من الثانوي، وما بقاش ينفع ان انت تاجلها. فلا، بدات تذاكر ذاكر وخلاص، هي السنه دي اللي ليك. لو ما دخلتش امتحانات في نفس السنه بتاعه التخرج بتاعتك ما بقاش ليك فرصه تانية بعد كده. فلا، ما تاجلش خالص. قبل كده كان في نظام ان انت ممكن لو خلصت ثانوي السنه دي تقدم، بيبقى ليك فرصتين وتقدم في اي سنه بعد ما تتخرج. ولكن دلوقتي عدلوها لان بقى الموضوع اسهل بكتير جدا، يعني بقى اسهل من ثانويه عامه ان انا اخش ثانويه عامه وليا فرصه واحده وكده. فقال لك لا، عشان يبقى في فير في الموضوع، انت تخش هندسه من صنايع وانت هتخش هندسه من ثانويه عامه، انتوا الاثنين ليكوا فرصه واحده في نفس سنه التخرج بتاعكم. لان كان الموضوع سهل جدا، انا ممكن اخر سنه كمان من تخرجي، يعني اتخرج واقعد سنه بعد كده ابدا اذاكر لها السنه كامله انا قاعد فاضي متفرغ تماما. بذاكر بس المعادله الهندسه. بصراحه انا ما عملتش كده، انا خدت المعادله في نفس السنه بتاعه التخرج بتاعتي. انا كنت دفعه 22 في المدرسه انتاج حربي تكنولوجيا تطبيقيه، وذاكرت المعادله في نفس الفتره، فما اخرتش حاجه من سنين حياتي. يعني انا زي الدفعه بتاعتي بتاعت ثانوي، هم دخلوا كليات وانا دخلت هندسه، فاللي هو عادي يعني، هي مش سابقني بسنه او حاجه. فهو التعديل الجديد في النظام بقى ان انت لازم تقدم في نفس سنه التخرج بتاعتك، وليك فرصه واحده بس، يا تنجح يا تسقط.